برج الدلو والشمس موجودة في بيتك ال11، واحنا النهاردة في شهر 12 بنقفل السنة خلاص وبنقول توكلنا على الله ونستقبل سنة جديدة بطاقة جديدة بحب جديد بحياة جديدة بكل حاجة جديدة ان شاء الله بإذن الله. وعلى فكرة الدلو عايز اقول لك ان السنة الجاية توقعاتها معاك ان شاء الله بإذن الله هتكون خير وتكون كويسة جدا. لكن خلينا الاول نتكلم عن الشهر اللي احنا فيه ده، شهر 12 وبنقفل بيه السنة، وقد ايه قفلة السنة دايما بتكون صعبة وبتكون فيها نهايات لحاجات كتيرة. اما عنك انت يا برج الدلو ووجود الشمس في برجك في البيت ال11 بيت تحقيق الامنيات بتاعك، فنقدر نقول انه ان شاء الله باذن الله الشهر ده ممكن يكون فيه فرج قوي جدا بالنسبه لك لحد 22 ديسمبر، وخصوصا من 15 ديسمبر ل 22 ديسمبر ممكن يكون في خبر حلو جدا جدا انت كنت بتتمنى تسمعه. ممكن يبقى عندك على فكره بدايه شغل جديد. انا عارفه ان الدنيا ما كانتش سهله معاك يا برج الدلو من اول السنه، طبعا لوجود بلوتو عندك احنا عارفين ده، لكن الحمد لله كان في اشهر قدرت تنفذ منها وقدرت ان انت تطلع منها. لكن الحقيقه ان الشهر ده هيكون شهر كويس ان شاء الله، حتى مع تراجعات عطارد اللي موجوده ومأثره علينا كلنا. اصحاب برج الدلو وانا هنصح بس بحاجتين: لو في عندك اي مشكله في العربيه بتاعتك او في السياره بتاعتك او في اي حاجه وسيله مواصلات انت بتتخذها يوميا، خلي بالك جدا جدا بلاش تصليح سيارات خلال هذه الفتره، لانه عطارد هو المسؤول عن المواصلات وهو المسؤول عن الانتقالات من مكان لمكان وهو المسؤول عن العلاقات الخارجيه وعن علاقاتنا بالخارج وعن علاقاتنا مع الناس اللي حوالينا. فارجوكم بلاش تعملوا مشاكل في العربيات بالذات، او بلاش خلوا بالكم جدا من طريقكم وانتم سايقين يا اصحاب برج الدلو، لانه ممكن تتعرضوا لبعض الحوادث. لكن الحقيقه انه انا على المستوى المادي والعملي فانا شايفه ان انت ممكن يكون عندك وصول للامنيات اللي انت كنت نفسك فيها، وتقدر تحقق حاجه انت كنت بتتمناها من اول السنه، وتقدر ان شاء الله باذن الله ان انت يكون عندك توقيع لعقود جديده. اصحاب برج الدلو الشهر ده هيكون شهر كويس معاك لحد يوم 22. طبعا مش كويس بالدرجه اللي انت متصورها لوجود تراجعات في عطارد. تراجعات عطارد يعني بتأجل معاك حاجات كتير، بترجع حاجات لأصلها، بتعيد ترتيب حساباتك مرة تانية يا برج الدلو. التراجع مش لازم يكون دايما صعب، مش لازم دايما يكون في حاجة. هو طبعا أي كوكب ماشي بالعكس بيبقى بيعمل هو على فكره هو مش ماشي بالعكس، هو مجرد خداع بصري بالنسبه لنا. يعني هو بس هو قريب قوي اقرب حاجه للشمس، فاحنا لو احنا المدار بيمشي كده فاحنا بالنسبه لنا في الارض بنبقى شايفين ان هو الاول بيقف في مكانه وبعدين بنبتدي نشوفه راجع بعكس عقارب الساعه، فعشان كده احنا بنتخيل ان هو ممكن يكون فيه تراجع. لكن الفتره دي بتبقى فتره صعبه، فتره خداع بصري بس فتره متعبه، فتره بيبقى فيها مشاكل، بيبقى فيها حاجات كتير بنتعرض ليها بتبقى صعبه، بتبقى يعني بنبقى عايزين نعديها بكل الطرق. فانت يا برج الدلو الحقيقه ممكن يكون عندك اعاده تاني صحوه لبعض المشكلات او لبعض الازمات اللي انت مريت بيها قبل كده، ترجع تاني تمر بيها في الفتره الحاليه. فاصحاب برج الدلو انت على الرغم من انك انت عندك الشمس موجوده في برج الاسد، وده مكان سوري انا اسفه مش الشمس، المريخ موجود في برج الاسد، وده داعم جدا جدا ليك، وده موقع كويس قوي بالنسبه لك ومدي لك نشاط ومدي لك حيويه ومدي لك تفاؤل. وعندك كمان مشترى الجوزاء هو مشترى هوائي زيك، يعني في كوكب هوائي زيك، فده برضه بيدي لك دعم كبير جدا جدا. وعندك طبعا شمس القوس بتدي لك دعم اكبر واكبر لان هي بتحقيق الامنيات، الا ان انا خايفه بس من حاجه واحده بس: تراجعات عطارد. تراجعات عطارد هي اللي بتكون صعبه معاك وبتكون غير مطمئنه. اما عن زحل اللي موجود في برج الحوت اللي هو بيتك الثاني بيت المال، فهو لو انت كنت عملت اي حاجه خطا في حياتك ماديا او عمليا بتبتدي تدفع ثمنها الفتره دي، اما العكس طبعا بتبتدي تجني ثمار كويسه جدا جدا. لكن الوضع الحالي مع تراجعات عطارد انا بقول انه ممكن يكون في ان شاء الله باذن الله وقت للمكاسب الماديه كويسه جدا جدا من 15 لحد 22. عندنا الناس اللي عندهم امتحانات او الناس اللي عندهم اللي بيدرسوا او الكلام ده، خلوا بالكم جدا من وضعكم الفتره دي. ان شاء الله باذن الله ممكن يكون في تحقيق لنجاحات انتوا كنتوا بتتمنوها، ركزوا كويس. انا عارفه ان اصحاب برج الدلو ممكن يكونوا متسرعين في الاجابات، الا ان انتوا ان شاء الله باذن الله هتوصلوا للحاجه اللي انتوا نفسكم فيها. اما عن السفر فعندك سكه سفر مفتوحه، ممكن يتاجل السفر شويه يا برج الدلو، لكن عندك سفر ان شاء الله باذن الله خلال هذا الشهر، ممكن يتاجل لساعات لايام، لكن هيتم ان شاء الله باذن الله. الناس اللي منكم مستنيه رجوع لغائب من برج الدلو هيرجع خلال هذا الشهر. الناس اللي عندها قضايا مستنيين ردود في المحاكم او مستنيين احكام الحكم في صالحك يا صاحب برج الدلو ان شاء الله باذن الله، وبشروني في التعليقات بتاعتكم من الكلام اللي انا بقوله ده. الناس اللي مستنيه ميراث، الناس اللي مستنيه فلوس جايه لهم
من حاجه، الناس اللي مستنيه بيع عقار او بيع ارض او بيع حاجه معينه عشان يوصلوا لها، ان شاء الله باذن الله توصلوا لها بخير الشهر ده يا اصحاب برج الدلو. ان شاء الله باذن الله يكون شهر مبارك عليكم وشهر كريم عليكم وشهر كويس عليكم. لكن خلي بالكم بس في الفتره بتاعه تراجعات عطارد بلاش نتمم حاجه في اول 3 ايام، يعني من اول يوم 25 لحد يوم تقريبا 30. انا هقول لك 5 ايام واخر 5 ايام من الكلام ده، فانت عندك ايام كويسه. بعدها بتنتقل لغايه يوم 15، يعني من 10 12 لحد 15 بلاش تدخل في اي حاجه جديده. انت عندك كده من يوم 1 12 لحد يوم 10 12 ايام امشي فيها بس على مهلك وانت باصص كويس قوي. من يوم 15 ليوم 22 طيح في الكل واجري وما يهمكش حد. من يوم 22 ليوم 30 خلي بالك وارجع 10 خطوات لورا، لان الشمس في بيتك ال 12 هنا. خلي بالك جدا، الشمس هتروح لبرج الجدي، فنخلي بالنا. القمر هيكون عندك انت من 3 ديسمبر تقريبا ليوم 4 ديسمبر هيبقى عندك يوم 3 ويوم 4 القمر موجود عندك انت يا برج الدلو. لا هيبقى عندك يوم 4 تقريبا ويوم 5، هيبقى عندك يوم 4 ويوم 5 القمر موجود عندك. فان شاء الله باذن الله هتكون ايام مباركه عليك وهتكون ايام خير وهتكون ايام سعاده. استنى حاجه جديده تحصل معاك يا صاحب برج الدلو من 10 ل 15، من 1 ل 10 ومن 15 ل 22 ايام ان شاء الله باذن الله مفترجه ليكم. كان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والطاقه والتارو. سلام.